السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم فيديو جديد مع عمر دراجة. النهارده احنا بنصور في رمضان قبل الفطار بربع ساعه. يعني فاهم، يعني حبكت، فاهم يعني اللي هو يعني انا بيني وبينك انا ما قدرتش ان انا ما اصورش الكرنك ده فيديو. الكرنك ده انا كنت بصوره صور وباستعداد ان انا اعرضه على للبيع على الصفحه، تمام. بس قلت يعني كمان يعني لا يعني الصور مش كافيه، احنا نبرز الحاله بتاعته كمان في الفيديو. الكرنك اللي قدامنا ده هو كرنك شيمانو سورا ار 3000. ايوه زي ما سمعت ار 3000. ار 3000 ده احدث موديل في الشيمانو السورا. انت طبعا انت عندك الشيمانو عموما في الروت، انت عندك من اول شيمانو تورني طبعا بيبقى قلب مربع حتى الان، يعني ما نزلش منه بوتون براكت. بعد كده عندك شيمانو كلاريس بيبقى بوتون براكت الكرنك بتاعه. بعد كده عندك شيمانو سورا، بعد كده عندك شيمانو تياجرا، بعد كده عندك شيمانو 105، بعد كده عندك شيمانو التجرا، وانت طالع لفوق بقى كده. طبعا بعد الالتجرا عندك ديورا ايس. كل شريحه من الشرايح دي بتبقى موديلات، تمام. انا بقى جايب لك في الشيمانو الصوره ده احدث موديل خالص. يمكن الموديل ده مش منتشر ومش هتشوفه كتير. مش هقول لك ان هو مش موجود، يعني ماشي، انا مش هقول لك ان هو مش موجود، تمام. بس يعني مش هتلاقيه، يعني لو عوزته مش هتلاقيه بسهوله يعني، تمام. فانا دلوقتي حبيت بس الفيديو ده الغرض منه ان انا ابرز لك حاله الكرنك ده، تبص عليه بشكل يعني زي ما نقول لايف، يعني بدل الصور بشكل حي كده. بص ده شكل الكرنك قدام منك اهو. كرنك حرفيا زيرو بمعنى الكلمه. بص زيرو. انا بس حبيت اصور الفيديو ده كمان عشان اقول لك ان النوادر مش عجل بس عندنا، النوادر قطع غيار، والنوادر يعني نوادر في اشكال كتير جدا وفي صور متعدده عندنا. ده الكرنك قدام منك شيمانو صوره احدث موديل زي ما قلنا. برضو عايزين نبرز الكلام ده. عندك هنا اهو شيمانو صوره. طبعا الجروب ده بيبقى 9 سبيد اصلا، فانت عندك 9 او 9 اس، تمام، اللي هو 9 سبيد يعني. وبعد كده عندك الشريحه الكبيره طبعا 50، والشريحه الصغيره كام 34، تمام. ده بالنسبه للشرايح. طبعا الشريحه الكبيره الومنيوم، الشريحه الصغيره حديد. ده الكرنك بينزل كده طبعا، يعني هو بينزل ستوك كده، بتبقى الشريحه الكبيره الومنيوم، الشريحه الصغيره بتبقى حديد، تمام. ده بالنسبه للشرايح. تعالى بقى نبص كده على الكرنك من الجنب التاني من عند الدراع. بص حرفيا الكرنك بحالته، يعني خرابيش لا تذكر، حرفيا خرابيش لا تذكر. بص بيبرق بلمعته. بص حتى الشرايح، بص كده على الشرايح يعتبر ما مشيتش. بص الشريحه بحالتها. بص السن مربع خالص بحالته. طبعا بص كده هنا عندك هنا كلمه عندك هنا كلمه شيمانو 9 سبيد 34. طبعا الشريحه دي زي ما قلنا، تمام. هنا مختومه هنا الشريحه اهي، تمام. وطبعا عندك الشريحه الكبيره زي ما قلنا شريحه الومنيوم، تمام. عندك هنا طبعا ختم. طبعا ده الكرنك ده او عموما الصوره اغلبيتها بتبقى شيمانو ماليزيا، يعني اللي هو في ماليزيا، يعني مصنوعه في ماليزيا، تمام. هنا عندك اهو طبعا طول الدراع ده 170، والكرنك زي ما قلنا هو ار 3000. طبعا خد بالك احنا يعني احنا ما عندناش الكرنك ده بس، انت عندك كمان، يعني تعالى اخدك كده من الاول. طبعا التورني احنا قلنا قلب مربع، وانا ما بحبش التورني اصلا، تمام. معلش الكاميرا بكسلت ليه كده، ثانيه واحده. كده تمام. زي ما قلت لك عندك من اول التورني طبعا انا انا اصلا ما بحبش التورني، يعني هو اصلا القلب بتاعه بيبقى قلب مربع، سيبك منه. عندك بقى الكلاريس، انا وفرت لك برده من الكلاريس احدث موديل فيه اللي هو الار 2000، برده موجود عندنا الار 2000 متاح للبيع ان شاء الله. يعني هو انا بس الكرنك ده بالصدفه افتكرت ان انا اصوره. باذن الله السلسله الجايه او الفيديوهات الجايه باذن الله هتبقى قطع غيار، هصور لكم كل قطع غيار المتاحه عندي. من ضمنها طبعا الكرنك ده انت عندك شيمانو صوره. انا عندي يعني سلسله كرنكات، يعني فاهم، يعني انا عندي يعني الحمد لله متوفر كرنكات بالهبل وكلها نوادر، تمام. فانا واحده واحده كده بس قلنا نبدا بالصوره بالصدفه وانا بصوره دلوقتي، وباذن الله نعرض الحاجات اللي جايه. فزي ما قلت لك انا عندي الكلاريس الار 2000 احدث موديل موجود عندنا، برده حالته ممتازه. طبعا في خرابيش، يعني ما اخبيش عليك، هو في خرابيش، يعني الدراعات فيها خرابيش، تمام. بس الشرايح بحالتها، الشرايح بتاعته حلوه جدا، تمام. ده بالنسبه للكلاريس الار 2000 موجود عندنا. وكان عندنا الموديل الاقدم منه اللي هو ال 2400 تقريبا، كان الموديل 2400.
الموديل ده كان بينزل بيه القلب بتاعه بيبقى اللي هو النجمه المشرشر، هو بيبقى اسمه نجمه او بيقولوا عليه مشرشر، تمام. فده بيبقى اللي هو ايه في مرحله انتقاليه كده. انت بيبقى عندك عموما الكرنكات بيبقى في عندك 3 اصدارات او 3 موديلات بتنزل على او مراحل التطور بتاعتهم كانت كالاتي يعني. ان انت عندك الكرنك هو بينزل اللي هو القديم خالص كان بينزل قلب مربع وما زال موجود لحد دلوقتي طبعا. وبعد كده نزل اللي هو القلب النجمه. القلب النجمه يعتبر مرحله انتقاليه كده ما بين القلب المربع والبوتوم براكت، لان القلب النجمه يعتبر مقفول اكتر من القلب المربع. بتلاقي النجمه تحسه جاي على بوتوم براكت شويه، بس هو طبعا مش بوتوم براكت. طبعا البوتوم براكت افضل يعني، طبعا البوتوم براكت افضل، حتى كمان الوزن بتاعه بيبقى افضل يعني. هو افضل في حاجات كتير، مش عايز برضه اطول الفيديو عليكم. هو يعني عموما البوتوم براكت بيبقى افضل من ناحيه بشكل اساسي من ناحيه القفله، ان الكرنك بيبقى مقفول خالص، عكس القلب النجمه او المربع. طبعا النجمه مقفول اكتر من القلب المربع، بس القلب النجمه يعني هنقوله ان هو مقفول اكتر لحد ما، بحيث ان في الاخر خالص بيحافظ على العمر الافتراضي للقلب. بس طبعا زي ما قلنا البوتوم براكت بيوفر وزن بكتير يعني، يوفر وزن يعني لما تمسك الوزن هيوفر طبعا معاك اكتر، او البوتوم براكت بيبقى افضل من ناحيه الوزن. يعني المهم خلينا بعيدا عن الجزئيه دي. احنا قلنا عندنا الكلارس الار 2000 موجود، وكان عندنا اللي هو النجمه الار اللي هو الار 2400 ده الموديل الاقدم ده كان موجود عندنا برده. واللي عايز فكره النجمه دي موجوده عندنا كرنك لوك كربون. طبعا الكربون نادرا ما تلاقي عندك كرنكات كربون، برضو دي حاجه نادره موجوده عندنا الحمد لله. ماركه اسمها لوك، الماركه دي ماركه اصلا ميد ان فرانس، يعني صنع في فرنسا يعني، تمام. هو مكتوب عليه كده يعني، مكتوب عليه ميد ان فرانس، تمام. فهو صنع في فرنسا، وهو طبعا يعني زي ما قلنا الشرايح بتاعته، او انا ما قلتش الشرايح بتاعته بتكون الومنيوم. هصور الحاجات دي ان شاء الله. وعندك برضو بعد كده الشيمانو الصوره، عندك الار 2000 وفرت لك الار 2000، وكان متوفر عندنا البوتوم براكت برضو اللي هو في الصوره كان متوفر عندنا كرنك بوتوم براكت الاقدم منه على طول، الموديل اللي اقدم منه على طول اللي هو كان الموديل الاسود اللي هو الار 3500 ده كان موجود عندنا برضو، بس ده بفضل الله اتباع. موجود عندنا دلوقتي ده حاليا، ده الصوره الار 3000 ده احدث موديل. التياجرا باذن الله هنوفره، باذن الله هنوفر الموديل الحديث منه برضو باذن الله. بعد كده عندنا بعد التياجرا عندك ال 105، وال 105 احنا موفرين برضو منها الار 7000. الار 7000 عايز اقول لك ريشه الريش، ريشه بمعنى الكلمه، وحالته فوق الممتازه، يمكن كمان حالته احسن من ده يعني. لو ده بالنسبه لك تحفه التاني اتحف، تمام. موفرنا لك الار 7000، وباذن الله هنوفر اللي فوق الشرايح اللي بعد كده باذن الله، الالتجرا والديورايز باذن الله. دي الخطوات اللي جايه باذن الله. بس كده يعني، ده كل حاجه كنت حابب اقولها عن الكرنك ده وبس. اشوفكم ان شاء الله في الحلقات الجايه. زي ما قلنا ان احنا هنصورهم باذن الله قطع غيار برضو، لان النوادر زي ما قلنا عندي دراجه مش عجل بس. وزي ما قلت لك انا ما اسميش عمر دراجه، انا اسمي عمر نوادر، وهتشوف مني كل النوادر باذن الله. واشوفكم ان شاء الله في الحلقات الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله.